ازيكم يا جماعه؟ كتير مننا بيتكلم عن شاشات وانواعها واي نوع احسن من النوع التاني، عشان كده هنتكلم النهارده عن الموضوع ده. معاكم علي رضا الله من اندرويد انجينيرز. في البداية لازم تكون عارف ان الشاشات من اول ما دخلت في صناعة الهواتف الذكية وهي متقسمة لنوعين، LCD وال LED اللي اصبحت معروفة باسم OLED، والاتنين هنتكلم عنهم ان شاء الله في الفيديو ده. في سنة 1968 ظهرت أول شاشة LCD على إيد المخترع جورج هيلمر، وكلمة LCD أصلا اختصار لكلمة Liquid Crystal Display، يعني الكريستال السائل، ودي سميت بكده لأنها بتستخدم الكريستال السائل في تكوينها. وشاشة ال LCD منقسمة لنوعين، IPS وال TFT، وأول نوع هنتكلم عنه وهو ال TFT. أول نوع من أنواع شاشات ال LCD وهو ال TFT LCD. ال TFT اختصار لكلمة Thin Film Transistor، ومن اسمها بيوضح إنها بتستخدم تقنية الكريستال السائل مع سمك شاشة أنحف، غير إنها بتحتوي على موصل واحد لكل بيكسل، والموصل ده بيساعد في عملية اسمها الأون والأوف في عالم الكمبيوتر، بحيث إن سرعة تغير الألوان فيها مقبولة نوعا ما. والنوع ده من الشاشات كان منتشر في الفئات الاقتصادية والفئات المتوسطة زمان، لكن حاليا نادرا ما بتلاقيه، وده راجع لعدة أسباب زي زوايا الرؤية فيها وحشة جدا، ده غير إنها ممكن ما تشوفهاش تحت أشعة الشمس المباشرة، وده كان عيب قاتل فعلا. إيه القرف ده يا جدعان؟ في إيه؟ بعد كده المطورين بنوا بعض التقنيات الجديدة على النوع ده من الشاشات زي تقنية ال LTPS اختصار لكلمة Low Temperature Polysilicon، وال IGZO اختصار لكلمة Indium Gallium Zinc Oxide، وال ASI اختصار لكلمة Amorphous Silicon. ال LTPS هي تقنية جديدة بتعتمد على صنع الشاشات في درجة حرارة منخفضة حوالي 650 درجة مئوية، إنما النورمال بيبقى في حدود 900 درجة غالبا. والنوع ده من الشاشات بيمتاز بتقبله دقة الوضوح المرتفعة مع زوايا رؤية كويسة جدا واستهلاك منخفض للبطارية، وظهر في تليفونات جديدة زي أوبو F7 وأوبو F9. تاني نوع من شاشات ال LCD وهو ال IPS LCD، وال IPS اختصار لكلمة إمبيلان سويتشي، والنوع ده تم الإعلان عنه سنة 1996 من شركة هيتاتشي. النوع ده من الشاشات جه عشان يعالج بعض مشاكل الشاشات التانية زي درجة اللون الأسود اللي كانت بتبان كلون رمادي غامق، وعلاج برضه دقة الألوان الأخرى، ولعلاج تغير الألوان في تغير زوايا الرؤية. التكنولوجيا دي تطورت مع الزمن وأصبحت من أفضل شاشات ال LCD الموجودة حاليا نظرا لدرجة اللون الأسود الجيدة وباقي دقة الألوان، كل ده طبعا على حسب جودة ال IPS، ده غير إنها بتستخدم 2 ترانزستور في البكسل واحد بدلا من ترانزستور واحد في البكسل زي اللي كان في الشاشات ال TFT، وده بيديك دقة أفضل وزاوية رؤية أحسن وأوسع، غير إضاءة كويسة لما تكون ماشي وسط الشمس. لكن كان الشاشات دي ليها عيب وهي استهلاكها العالي للبطارية، ودي محتاجة بطارية قوية عشان تقدر تستخدم الشاشة بشكل كويس. ملخص اللي فات كله ان الشاشات ال IPS قدمت نقلة تاريخية في نوع الهواتف كلها، واصبحت هي الشبه مسيطرة على السوق لحد ما ندخل في ال OLED. تاني نوع من الشاشات هنتكلم عنه وهو ال OLED، ودي اختصار لكلمة Organic Light Emitting Diode، ودي بتستخدم موصلات عضوية في الشاشة، ودي لها تقنيات عديدة، أهم اتنين الأموليد والبي موليد. هنتكلم الأول عن البي موليد، ودي ظهرت في الشاشات زي شاشة جوجل بيكسل 2 XL، ودي بتمتاز بالمرونة العالية وإنها قابلة للانحناء، ده غير إنها أنحف من شاشة الأموليد، وغير إنها تكلفتها أقل من الأموليد. وكلمة بي موليد اختصار لكلمة باسيف ماتريكس اورجانيك لايت ايميتنج دايود. ندخل بقى في اهم شاشة تقريبا واكتر شاشة مسيطرة على السوق حاليا وهي السوبر اموليد. اموليد اختصار ل بالظبط كده. شاشة السوبر اموليد اول ما اخترعها هي سامسونج، ثم انتقلت لبعض هواتف الشركات المنافسة زي ابل ما عملت في ايفون اكس وايفون اكس اس، وشركة شاومي زي ما عملت في مي 9 والمي 8. والشاشة دي شركة سامسونج ضمت فيها طبقة الاستشعار لللمس اللي هي التاتش، ضمته في الشاشة نفسها، فده خلى سمك الشاشة قليل جدا وانحف جدا، وده اعطاها فارق كبير عن شاشة IPS LCD. بجانب ان شاشة
السوبر اموليد دلوقتي بقت اخف واقل في السمك وانحف، زادت من جودة الشاشة وحسنتها وخلتها احسن بكتير، تقدر تشوفها بضوء اشعة الشمس المباشرة. ده غير ان زوايا الرؤية اصبحت ممتازة جدا وتشبع الالوان فيها مذهل الحقيقة. ده غير ان التباين بتاعها مناسب جدا، وده ليه الاثر في نقاء الصورة. وجانب كل ده موفرة للطاقة على شاشات ال LCD، وده خلاها تاخد خطوة بامتياز عن الاي بي اس. ودلوقتي هنقول مثال بسيط في توفير طاقة بين الاي بي اس LCD اللي هي افضل انواع شاشات ال LCD والاموليد اللي هي افضل واشهر انواع ال OLED. المقارنة بين شاشة الاموليد وال LCD او بصفة خاصة السوبر اموليد والاي بي اس LCD هتكون عن طريق خاصية مشهورة جدا اللي هي Always On Display. ال Always On Display دي هي خاصية بتعرض لك الوقت والتاريخ زي مسجز والميسد كولز وشاشة مطفية. ودي لو جبنا شاشة LCD وشغلنا عليها الخاصية دي هتلاقي ان البطارية بتصرف بشكل اكبر، وده لان شاشة ال LCD مشغلة الشاشة بالكامل، كل البكسلات اللي في الشاشة شغالة، حتى اللي مش مكتوب فيها تاريخ او وقت او مكتوب فيها اي كلام عموما في الشاشة دي بتبقى متلونة باللون الاسود مش مطفية، عكس شاشة الاموليد اللي تقدر تتحكم في الشاشة والبكسلات بتاعتها انها تشغل بكسلات معينة اللي محتاجها، تطفي البكسلات اللي مش محتاجها، وده خلاها توفر طاقة اكبر من شاشات ال LCD. لحد هنا هنكون انهينا اولى حلقاتنا في اندرويد انجينيرز. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار ايا كان تسيبه في الكومنتس تحت وتقول لنا اقتراحات لفيديوهات نعملها مستقبلا ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.